كنتسناو حتى شي حاجه من هادشي من غير الفلوس. وليد دابا طلعت لي راسي حيد بوفرديه لو عليا الزبل هادي من هنا للاخرى من لهيه ومفراساش راه كاين واحد الكائن بحال هذا. اما حسن الوالده واش بوفردي ولا الصوت المزعج هذا انا داير مع المزيان اخو واش فهمتي كما كنت قلت في واحد الفيديو سابقا بوفردي راه لقيتو طايح حيت كاين شي اشخاص تيدخلوا عند شي يقول لي تطلق طير معدي عليه مكرفس عليه خويا راه مكرفس عليه ما حتى شي لعب. دابا الطير هذا راه ما بحال لي والو غنكمل هذا مكرفس عليه مو والو انا هذا لقيتو طايح يعني كون ما زيتوش عندي دابا كون راه ميت كون قصتها شي موش ولا شي حاجه بلا ما تقول لي مفتريس غياكل المش هذا راه ماشي ديال المشياش دابا انت راه ابو عميره واش فهمتي بلان او الشرياس كما كيسميوه المصريين الشرياس الشرياس المصريين تيقولوا لي الشرياس الجزائريين تيقولوا لي ابو عمار حنا المغاربه تنقولوا لي بو عميره متعدد الاسماء وهو رزوين فهمتي ولكن تقرب لي صبعك راه ما يعطلكش صحيح. انت شوف تقرب لي صبعك ما يعطلكش فهمتي دابا هو راه صياد دابا راه بحال اللي قلتي بهذاك المنقار ديالو كيحمي راسو وراه واش كيكسب من غير المنقار ديالو والدراز ديالو فهمتي والمنقار كيفاش كيخدم. دابا عنده الطفار دابا باش يصيد بين الطفار صاحبي لا قاصك بضفرق يجرحك بالرجوله ماضين علاش حيت هو مني كيتلاعب على الفريسه اش كيسبق راسو ولا رجليه كيسبق رجليه باش انه يتحكم ديك الفريسه صافي كيحكم مع كيشدها كيذبحها في قمقام ترى عفريت ما علينا. هذا خويا راه غيعيش معايا النار يكبر الجناح ديالو على خاطرو ان شاء الله فيه الماء والقص ترك الشيء كيفاش عايش. دابا هي القصه ديالو كانت مره دابا كي كان هو كان في البدايه لما كان صغير انا لقيتو في الزنقه لقيتو مقطعين لي جناحو دابا هما كانوا معدين عليه والطيحه يكون هذا طاح من العش فهمتي هذه المخلص ديالي انا طاح من العش شفتو شي دري صغير ولا شي حاجه بحال ما هكا بغى ربي يقطع لي جناحو وهرب لي لقيتو انا في الزنقه ديزن واحد الترموعات لقيتو في الزنقه صافي مشيو عندي للدار بنيت لي عشه من بعد اكتشفت انه السبع راه ما كيعيش في العشه ديال اللي عش يموت. دابا هو علاش دابا هو من الاسم ديالو غتلقى النطق سميتو طائر الحر فوالا الطائر الحر كيبغي هو الحريه كيبغي يعيش في الحريه كيبغي يعيش في الطير فهمتي غتسد عليه في قرص غيموت كيتخنق اصاحبي واش فهمتي بلان ما عندوش وما قابز داكشي وانت راه هكا كتحس بيه مسكين شاد دوك اكتئاب واحد شويه عاد دابا يلاه ولات كنزعم كنخرجو في الشرجم اخوش فهمتي بلان شرجم مع رابطو بحال هكا واحد السير ديالو داكشي هي اللعيبه صافي كترابطو كطول ليه رجليه شويه وكتخليه يشاد السوم كيبقى شاد السوم تما كيشوف الدنيا ما حسن هكاك واش قصد عليه في البيش دابا عامل اجر دابا هو بحال دابا واخد الحريه بينه وبين حد 50% حر و50% مسجون واش فهمتي حر هو انه يمشي يبني شي عش في شي غابه ولا في شي شجره هذا هو حر هذه هي الحريه ديالو. دابا انت من بعد غتطبق ليه لا انت ولا غتطلقي في الحريه ولا كان راجل وبقى معانا راه ندبروا ليه على الانثى ما طلعش راجل اخويا وبغى يهرب راه يمشي يقلب على الراس الله يسهل عليه وراه مؤخرا دابا شي يومين دابا لابس الحريه بهذا النيفو ما ينجم راسو ما ينجمش دابا ما عندوش هو حتى شو جناحو كدايرين دابا هو ما عنده دابا عطب في جناح ديالو عندو مشى عطب في جناح بجوج واكل في جناحو جوج مسكين غطلقو هذا هو العاقه في رجلو غطلقو غيموت هذا ما يقدش يطير بزاف ديال الاسباب راه من الجناح ديالو ما يقدش يطير هذا سبب رئيسي يخليه يموت في النهار في ساعته الاولى 11 ساعه راه كما قلت لك اخويا مني غيضرب ما يكملش ني حاجه دابا غيتعرض للهجوم من شي طائر قوي منه وراه غيكون طار وتعرض لشي طائر من شي طير قوي منه دابا يقدر يتعرض لقطط واتاش من قطط المشياش غيشدو شي مش قلت لك جيعان ما واكلش شي 3 ايام غيبان ليه هوجه زائد الكلاب عندنا حنا الكلاب راه زايدين نغزه فين هنا في المشروع سيدي بالنور الكلاب اخويا قلت لك راه لا حول ولا قوه الا بالله فهمتي كملنا تنلبيو عاوتاني واحد النداء الاخوان ديال الكسكروطاج لا بلاش هذاك الولد عرفتي بالنسنس مالو اجي تضرب عندنا شي دار
المهم ما نهربوش على الموضوع، نبقاو مركزين على بوفردي. اخوان كي جاكم الاسم ديالو مستعار بوفردي، واللي بغى يعرف علاش سميتو بوفردي خلاه في كومونتير، حيت الاسم ديال بوفردي ما جاش عاد. دابا حنا ما عرفناش الطائر اللي في الصوره شنو سميتو. نسينا حنا الطائر في الصوره. خدوا خصك تكتبوا في التعاليق شنو سميتو. وقواق هذا هو انا بقا جاني وقواق، انا كي وقواق ماش الدريساج. اللهم بارك. انت ما بقاش اسمعني، الدريساج شي خونا كيدوي كيكتشفوا على الطياره صعيب. الدريسي طايره الصا فري ماشي حمال ما غتحط لها الدرا في يدك وغادي تجي الطياره غتاكل منه. دابا اش كيوريهم كيفاش الصوت ديالو. كاين هاد اللعيبه ديال كيوريك الساعه كيفاش الدريسي فارغ كيفاش. ربما ماشي بعيد، يقدر ممكن انه يكون خونا استاذ الدريساج. احنا ما عندناش الثقافه ديال تربيه الطيور هنا، فهمتي. كاين دراري مولوعين ولكن كيتقاتلوا راسهم عن فرد، فهمتي. بدا من الصغير كتلقى جمعيات وكذا وهذه مدرسات كيفاش تتعامل مع الطائر واللعيبات. باقي حنا عندنا ناقصنا، ما كنشوفوش شي واحد مربي شي نسر كبير في المغرب. المصريين راه عايشين معاهم تنقول لك، ونسر كنقدوش الخليجيين. السواعده راه كيموتوا على النسور. احنا عندنا دوك ديال تربيه النسور ديال سيدي قاسم هنايا القواسم. كاين بحال هذوما اللي معروفين، كاين قليله. علاش ما كاينش الدعم هذوك كيشموش ديك الثقافه ديال الشعب. راه كاينين كيبانوا دابا في البقايش بالاخص دابا في هذا المواسم، كيبانوا ديك الصياده ديال الطيور، كيبانوا كيحطوا الطيور ديال قدام مولي الخيل وكذا. تما كيبقاو يديروا الاستعراض هاش كيطلق الطير كيمشي كيصيد وكيجي، فهمتي بلان كيجيب الفريسه ديالو. كاينين ثاني مسابقات كيكونوا مسابقات كيديروا جمعيه واش فهمتي. دابا معروفين دابا انت الطير غتدخل بالمسابقه حتى لا. دابا الطير انا خالقه معاه، فهمتي. كاين مسابقه ولكن دابا لا زاد طور راسو وقد شي واقعات ودخل شي مسابقه غيجيب لك شي. الصراحه ما عندهم يجيبوا واش فهمتي بلان. علاش دابا هذا الطائر الشرياص بوعميره باقي صغير، هذا كينصحوا به نكمل. كينصحوا به اي مبتدئ بغى يربي النسور وداكشي كيبدا به بوعميره الشرياص. كل واحد شنو كيسميه. المهم هذا هو اصغر صقر تقدر تشوفه في حياتك. تبدا به هذاك فهمتي صغير سهل في التعامل واللعيبات. عاد من بعد كدل العقاب وكذا. خويا ما كنفكرش دابا حاليا انني نزيد نربي ونتعمق في هادشي صراحه. دابا حاليا بوفردي خالقه انا وياه، غادي انا وياه تعالوا. حنا دابا كنتمناو منه الشفاء عاجل لجنيوحات ديالو باش نقدروا نعطيو الحريه. ولا بغى يكمل معنا مرحبا. هذاك الشيء اللي كاين ان شاء الله راه غادي يتعالج، فهمتيني. راه اللعيبه جبتها ليه خاصه بلانكول ورا ما غاتبيناش دابا خدمات نوضجيه دابا ما علينا. هاد اللعيبه الخوت بحال كنينكس فهمتي في داك لانكول وداك الشيء بحال المعقم صافي. كنبقى مسح ليه رجليلاته ما يقيم ديالو والله حتى عايش بخير والله حتى مهلاي فيه. ماشي بقى في المستوى ديالو ما بين الماكسيموم فوالا. المهم اخوت خلوني الاراء ديالكم في التعليقات بخصوص بوفردي وبخصوص هاد الطائر هذا. كملوا معنا الفيديو. شي الطائر هذا اللي عارف الاسم ديالو يدوز عندنا في التعاليق. ولا عجبكم الفيديو خليو واحد جيم واحد فولوغيس متابعه فهمتي الدراري. احسن حاجه تويت فهمتيني انت عادي كدوي مع الشيرك فهمتي. خوش ديروا جيم بارطاج الفيديو اللي عجبكم، متابعه واحد سبسكرايب. انا ما عارف علاش شنو هي واش فهمتي والله. لا دابا تيكدوي مع المغربي كيف الدارجه العربيه دوي مع بالدارجه. علاش حيت حنا عندنا قناه ماشي تلفازه ماشي في الجزيره. اخواني السلام عليكم من باش اليوم نقدم لكم اخبار كذا وكذا. كيف عارف هادشي ماشي هادي. حنا حتى كتدخل كتعبر على راسك كتقول داكشي اللي انت كتعيش فهمتي. دابا انت كتقول الاراء ديالك والمتبعين هما كيقولوا الاراء ديالهم باش بحال قلت حنا كنشاركوا الافكار داكشي يكون في المستوى. حنا كنشاركوا الافكار ديالنا واش فهمتي بلان. يعني ما كنتسناو حتى شي حاجه من هادشي من غير الفلوس. تحياتي لكم اخويا.